الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن تحفة الأطفال متن مبارك في علم التجويد نظمه الإمام الجمزوري رحمه الله لييسر على الناشئة تعلم أحكام التلاوة الصحيحة، فيجمع بين سهولة وبسم الله نستعين على أمور الدنيا والدين. أخذنا الدرس الأول فيما يتعلق في المقدمة، واليوم إن شاء الله راح ناخذ أحكام النون الساكنة والتنوين. أول شيء نحاول نحفظ الثلاث الأبيات هذه، البيت السادس والسابع والثامن، وبعد كده إن شاء الله راح أشرح لكم الأحكام هذه. أولا، أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق 6 رتبت فلتعرف. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. أعيد. أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق 6 رتبت فلتعرف. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء. طيب، فيما يتعلق في أحكام النون الساكنة، ما هي النون الساكنة وما هي التنوين؟ النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركات، مثل من وعن. العلامة هذه هي علامة السكون. أما التنوين هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، تنطق ولا تكتب، وهي عبارة عن فتحتين أو الكسرتين أو الضمتين، وهذه علامتها الفتحتين الكسرتين ضمتين، وهذه السكون. يعني النون اللي ما يكون عليها حركات مثل الفتحة والكسرة والضمة، إذا كان عليها سكون هذه خلاص نون ساكنة. طيب، أحكام النون الساكنة هنا إيش قال؟ للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني. للنون الساكنة والتنوين لها 4 أحكام. ما هي ال4 الأحكام هذه؟ أول حكم الإظهار، ثاني حكم الإدغام، ثالث حكم الإقلاب، رابع حكم الإخفاء. هذه ال4 أحكام فيما يتعلق في أحكام النون الساكنة والتنوين. 4 أحكام فخذ تبيني، وخذ يبين لك إياها ما هي ال4 أحكام اللي يتكلم عنها الناظم. أول حكم، فالأول إيش قال؟ الإظهار قبل أحرف. طيب، ما هو الإظهار؟ الإظهار لغة البيان، اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر. حروفه 6 فقط. ما هي حروف الإظهار؟ الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب، أشرح لكم إياه شرح. هذه هي 6 حروف اللي هو حروف الإظهار: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وهذه أمثلة راح أحط لكم إياها إن شاء الله بعدين في نهاية المقطع أشرح لكم إياها الثاني. نرجع للأبيات. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق 6 رتبت فلتعرف. حروف الإظهار هي حروف حلقية 6 حروف: همز فهاء ثم عين حاء. أول حاجة قلنا حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء. بعدين إيش قال؟ مهملتان ثم غين خاء. إيش يعني مهملتان؟ يعني ما عليها نقاط. الهمزة والهاء والعين والحاء مهملتان ما عليها نقاط. وثم غين خاء، غين والخاء عليها النقاط. هذه هي 6 حروف الإظهار. أول حكم أخذناه من أحكام النون الساكنة والتنوين هي 6 حروف، وهذه هي 6. نأخذ عليها أمثلة. ينؤون، نون ساكنة أتت بعد حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. الأمثلة من كلمة، هذه من كلمة واحدة، وهذه لما تكون من كلمتين. من آمن، نون ساكنة أتت بعد حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار.
وبالنسبة للأمثلة مع التنوين كل آمن، تنوين أتى بعد حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. طيب والهاء منهم، نون ساكنة أتت بعد حرف الهاء، والهاء من حروف الإظهار. وهكذا من هاد، جرف، هار. هذه الأمثلة إن شاء الله راح أكتب لكم إياها في التعليق. طيب ولا ليال درسنا ما أنت حوك سابسية هاي والنون الساكنة والتنوين معنى هسنا أسية هاي نون تا ساكن إيوه تنوينك. ناظمكم حولي هاي للنون إن تسكن وللتنوين نون تا مركة أي ساكن نقطة إيوه تنوينك با. أيوه نو شرحيا وحولي هاي فالأول الإظهار قبل أحرف، معلش انت نفسه مكررة كدقي لكن صح ده وحوايا حكمك كوبات وإظهار عدين. فالأول إظهار قبل أحرف معنيسة وحكمك كوبات وإظهار عدين. للحلق للحلق 6 رتبت فلتعرفي وحا أو يمادا كهر لحدة حرف دونتا وحروفتا أو دونتا وخوايا ولحدة حروف. لحداس حروفنا أي تهي همز فهاء ثم عين حاء، وهمزة يوها يو عينتا يو حاء وأفر حرف. انتنا لو حرف أيانو دمان مهملتان ثم غين خاء كدب غين يو خاء واكوانا ها همزة عفوا همزة ها عين حاء كدب غين يو خاء. والثاني إن شاء الله عشرك صعدة يا خادينا وحروفتا أو الإظهار وله حرف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.